تفتكر مين الأقوى، جودزيلا ولا كينج كونج؟ للأسف يا صديقي ناس كتير متعاطفة مع كينج كونج عشان شكله طيب ذكي ودايما واقف في صف البشر، بس التعاطف عمره ما كسب معركة. بس قبل ما نحكم في تفصيلة صغيرة محدش واخد باله منها، جودزيلا مش مجرد وحش ضخم بيكسر مدن وخلاص، ده حرفيا توازن الطبيعة نفسه، كائن عاش ملايين السنين، جسمه متصمم يستحمل ضربات تدمر جيش كامل، وطاقته الذرية مش سلاح، ده ذرة إعادة ضبط للكوكب. لكن في اللحظة دي كينج كونج ما بيدخلش كوحش، بيدخل كمقاتل ذكي، عارف ان القوة مش في صفه، بس بدل العضلات بيعتمد على عقله. وعشان كده في فيلم جودزيلا فيرسس كونج اول مواجهة جودزيلا كان مسيطر بوضوح. طب استنى لحظة، لو جودزيلا متفوق كده يبقى ليه كونج ما انتهاش؟ الإجابة بسيطة، كونج مش بيحارب بعقلية وحش بيدمر وخلاص، ده بيحارب كمقاتل عارف امتى يهاجم وامتى ينسحب. بس خليني اقول لك الحقيقة، لو المواجهة مباشرة من غير سلاح ولا تخطيط جودزيلا هو الأقوى، لكن لو المعركة طالت كينج كونج ممكن يقلب الترابيزة على جودزيلا. وعشان كده السؤال الحقيقي مش مين الأقوى، السؤال الأهم هو مين فيهم يعرف يكمل للآخر.